يا عم حموكش الجيم ده متعب قوي، بس خلانا ابطال. يا اسطى اصبر بس، احنا مكملناش غير اسبوع واحد بس. اسبوعين ثلاثه كده واحنا هنتنفخ نفخه صح على 35 40. قول لي صحيح، الواد حماصه فين؟ مش شايفه يعني. يا عم انت ما تعرفش اللي حصل ده، انا سمعت ان ابوه حبسه في البيت عشان سقط في مادتين. يا نهار ابيض، وانا عشان كده بقول مش بشوفه ولا ظاهر. يلا يا عم ربنا يتولاه بقى. بس انا صاحبي كنت بنصحه، بقول له تعال ذاكر، تعال نروح المدرسه. يقول لي لا يا عم نروح نقعد في السايبر يقعد يلعب. يا ابني تعالى، يقول لي لا يا صاحبي انا هقعد في السايبر لحد ما ابص السايبر على نفسه. وكمان المفروض انت خلي بالك ما تتكلمش على الجيم خالص. المفروض ان احنا نتعلم ونتمرن صح، عشان نسيت الولد اللي ضربنا ولا على نص الشارع بسبب حضرتك. لازم نتدرب عشان نروح نديله علقة موت. فكرتني والله يا اسطى، انا يا حموكشه كنت ناسي، بس انت فكرتني وانا مش هستنى اسبوع ولا اتنين. احنا هنروح النهارده انا وانت والولا حماصه، هنعمل معاه فوق الصح. ايه رايك؟ يا اسطى بلاش، احنا لسه قاعدين اسبوع ما كملناش يعني حاجة. خليها اسبوع ولا اتنين كده يكون جسمنا اتنفخ نفخة حلوة كده عشان نعرف نضربه. ده جتة مش عايزين نروح عشان ما يضربناش ويستهتر بينا تاني. انا مش قادر ابص ولا اعدي من الشارع بسبب الضربة اللي انا ضربتها دي. يا اسطى مالكش دعوه، انا هروح النهارده هعمل معاه فوق الصح، هعوض الضرب اللي ضربناه. انت امشي ورايا ومالكش فيه. طب ما تقول لي يا اسطى، انا امتى مشيت وراك وكسبت منك حاجة؟ قول لي. مشيت وراك من اسبوع، اتخانقنا واتضربنا وتروق علينا ومشينا صح؟ قبليها رحت حضرتك بقالك ازاي بقى، عكست واحدة شتمتك وغلطت فيك واحنا معاه، لا اتأسفنا لها لا مشيت. وجاب لي كده في حاجات كتيرة برضه احنا مش بنحسب لك. انا بتكلم معاك يعني الواحد يفكر بالعقل بالراحة عشان خاطر ما نروحش يتقل مننا تاني. يا اسطى ما انت لازم برضه تشيل صاحبك في وقت الزنقه. اما هو الصاحب لازمته ايه غير لما بيكون واقف جنب صاحبه في وقت الشده. يا عم ما تقلقش، بس انا هظبط لك كل حاجه، بس يلا. يا عم هروح ابو صاحبي ده اللي ما يجيش من وراه غير المشاكل والشتيمة والغلط. ليه يا عم؟ هو احنا شغالين عليك بالتقسيط يا ابني؟ هو انت شغال بس تجيب لنا مشاكل وشتيمة وغلط من الناس؟ ليه يا ابني؟ اعتقنا حرام عليك. اعتقنا يا حبيبي. هعمل ايه؟ تعالى نشوف انت عايز تروح فين. تعالى نشوف الولا حماصة ونروح له ونشوف ليلة امك السودة هترسى على ايه. يلا يا اسطى انا هروح تحت البيت هنادي عليك. يا ابو حماكيش هنادي على حماصه ولا ايه؟ لا يا منس ما تناديش عليه. تعالى نتعرف انا وانت على بعضينا هنا تحت بيت حماصة اللي جايين ننادي عليه عشان نروح نشوف الخناقة بتاعت حضرتك. يا ابني لما جايين انت هتجيب لي الضغط. نادي عليه خلينا نخلص عشان نشوف هنعمل ايه. ماشي يا ابو حماكيش. يا حماصه يا حماصه، مين بينده عليا؟ انزل يا حماصه، انا ممس انا وحموكشه مع بعضنا عايزينك في حوار. ربنا يستر، انت ما بتجيش من وراك غير المشاكل. اديني جاي. هديك شفت بنفسك اهو، بتنادي على حماصة بيقول لك بنجيب لي المشاكل، وكل ده بسبب حضرتك. مش عارف اعمل معاكم ايه، مش عارف والله. ربنا يستر، ربنا بلاني بصحبة زي الزفت. يا عم ماشي، اهو نازل حماصة وشوف ايه الحوار. خير يا بشوات، رايحين نتضرب فين النهارده؟ قابل يا معلم حماصة. لا يا اسطى احنا مش هنتضرب النهارده، احنا رايحين نضرب. هنروح نضرب مين يا شبح؟ انت نسيت اللي حصل من اسبوع؟ كمان جايين نعمل خناقه تاني النهارده؟ يا ترى مع مين؟ قول له مع مين يا منس؟ هقول له يا اسطى، رايحين نضرب الواد اللي ضربنا من اسبوع على وسط الشارع. انا وحموكشه كنا في الجيم رايحين نضربه. ايه الحوار يا حماصة اللي انا سمعته ده؟ هو انت بجد سقطت في بلدتين وابوك مش راضي يخليك تطلع من البيت؟ اه يا حموكش، سقطت في مادتين. كل ده عشان مشيت وراك وبسببك. انا لو مشيتش وراك كنت زمان نجحت وما كنتش اتضربت ولا اتحبست. كنت كل ما اقولك تعال نروح المدرسة تقول له روح على القهوة، نروح نقعد على نصية الشارع، تعال نروح السايبر. لحد ما مشيت وراك واديني سقطت. فشلت يا حموكشة بسببك. فكوكم من الحوارات دي، جهزوا نفسكم عشان نروح نضرب الولد. ماشي؟ قبل ما نروح اللي هقول لكم عليه تعملوه بالظبط. ماشي؟ وانا مش هنرجع من هنا غير لما نضربه ان شاء الله. ربنا يستر ويعدي ليلة امك على خير. بتقول حاجه يا حماصه؟ لا مفيش حاجة، مفيش حاجة يا منس. يلا صاحبك واقف هناك اهو يا منس، هيعمل ايه؟ هتعملوا زي ما انا قلت لكم بالظبط. تمام؟ انا هنادي عليه. انت يا بقى اللي واقف هناك، انت رجعت تاني يالا انت واصحابك؟ نسيتوش اللي عملت فيكم ولا ايه؟
لا ما نسيناش يا عم الفتو، وجاي لك النهارده مخصوص عشان نشوف هتعمل ايه. خلي بالك يا اسطى ممس عشان الواد ده غشيم وايده تقيله، احنا جربناها قبل كده، ربنا يستر على الليله دي. ما خلاص يا عم جربناها واحنا عارفين، اسكت انت لازم تفضحنا. ايه اللي جابك هنا يا كابتن؟ ما انت كنت واقف هناك. جاي لك عشان تضربني يا جلنت انت وهو، اما اشوف هتعملوا ايه. انت فكرك يا حموكش اللي احنا هنكسب المعركه دي؟ اكيد يا ابني احنا جايين ليه؟ عشان نضربه، بس اصبر بس وانت تشوف. ربنا يستر يا حموكش، انا عارف ايه اللي هيحصل، ده شكله هيدمرنا. اديله يا ممس وانا وراه. طب خد. خد يلا عشان تعرف تضرب تاني. خلاص كفايه، حرام عليكم دمرتوني. انت لسه شفت حاجه؟ يلا خد يا. ايوه ابو الحناكيش، اديلي التممس ادعكوه. لسه برضه يالا عشان تعرف اللي يضربنا انا واصحابي نعمل فيه ايه. يالا يا جلنت خد يا روح امك. الله ينور عليكم يا رجاله، كفايه كده عليه عشان خاطر ما يموتش في ايديكم يجيب لنا مشكله. حاضر يا معلمين، انا اسف حقكم عليا، ممكن امشي؟ كفايه ضرب عشان اتهريت وربنا. بص لي هنا يلا، اسمع يا روح امك، قدامك بالظبط ثانيتين، ملاقش قدامي عشان لو لقيتك قدامي هتضحك خالص. الله ينور عليك يا استاذ حموكشه، ايه الحلاوه دي؟ وعليك يا ممس عشان تشوف بس الصحاب معاك اهي، بس لما تكون راجل. دمرنا لك الولا خالص. ايه رايك يا معلم حماصه على اللي عملناه لك في الولا؟ عجبك؟ ايوه اكيد طبعا عجبني حموكشه، وكمان انا من بكره هنزل معاكم الجيم. خلاص يا حماصه، يبقى انت كده كبر دماغك من حكايه السايبر ومن القعده على القهوه المشبوهه دي. انت تيجي تروح معانا الجيم يا اسطى هتستفاد احسن من القعده دي، عشان اللي يضربك تعرف تدافع عن نفسك. عندك حق يا صاحبي. يلا يا رجاله توكلوا على الله، روحوا طيب عشان خاطر انا رايح اجيب حاجه واروح. يلا امشوا انا هاجي وراكم. خلاص ماشي يا اسطى، انت تعوز اي خدمه لو حد كلمك رن عليا. خلاص ماشي يا اسطى، يلا خد حماصه وامشوا. احبابي يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاع النهارده. احنا عملنا الفيديو ده لحاجه مخصصه، اللي انت لما يكون معاك صاحبك ما تسيبوش مهما كان في وقت الشده او الازمه، لازم تكون واقف معاه وفي ظهره، عشان خاطر لو حصلت معاك اي ظروف يكون واقف في ظهرك زي ما هتقف في ظهره. بس تقف مع صاحبك لما يكون في وقت الشده على حق مش على باطل. وربنا يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللي جديد شديد عليكم. حبايب قلبي، حموكشه الاصلي.